وطي ياض، حب على رجل سيدك افندينا ياض. انت ايه؟ ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحة يا زوز، شويش يا مطني. ده مهما كان يتعدى أسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون أفندينا؟ ناخد رأي الرجالة عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطية يا رجالة؟ اللي تقول عليه يا فندينا. شفت؟ لازم اخد رأي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في نصاص الليالي على بيت أفندينا. المرة اللي فاتت يا زوز قلنا ابن وضناه وروحناه، انما المرة دي ده كلب متأجر. انا؟ ايه الغباوة دي يا زوز؟ مطني. ايه رأيكم يا رجالة؟ القانون الدولي ولا قانون أفندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى أنا كده مضطر إن أفصل راسه عن جسمه وأبعتها للكلب اللي بعته. وإيه اللي هيقولوا؟ إن خميس أفندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع إن أصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشاه بالله. خميس سيبه يمشي يا خميس. إيه؟ انت برضه مش عاوز تقول لي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضيه دي كلها، ودي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ طب بص لي، خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟ ما ترد! رد عليا يا غبي! تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج أعرف من حضرتك أسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المانشيت؟ هات الكاميرا. دي بتاعت الجريدة. هات. انت دخلت هنا ازاي؟